ركز على هدفك. انت عاوز تروح فين؟ عاوز ايه بالظبط؟ فكر في إجابة السؤال ده عشان تعرف ليه انت ما عندكش سلام. عاوز تبقى غني؟ بيبقى ما فيش في حاجة اسمها سلام خلاص. اشطب على السلام واشطب كمان معاه على السما كلها. الغنى متحوش لك، انت ابوك غني، انت ابوك ربنا، فالموضوع ما يستاهلش تجري له خالص اساسا. كده كده انت بقيت غني من ساعة ما تعمدت. فحدد هدفك عشان تعرف انت ليه ما عندكش سلام، او بتحديد الهدف تستعيد السلام. لو واحد فيكم بيجاوب دلوقتي يقول انا هدفي اروح السماء، بس كويس قوي كده، دي اول خطوة في ان يرجع لك سلامك. خسرت فلوس ما خسرتش السماء، خسرت الصحة ما خسرتش السماء، خسرت ناس وانت اجتهدت انك تكسب الكل برضو ما خسرتش السماء. اي حاجة راحت منك مش فارقة، ليه؟ المهم السماء ما تروحش، لان السماء هي الهدف. وايه اللي يضيع السماء؟ الحقيقة مفيش حاجة تضيع السماء طول ما انت ماسك في ربنا، طول ما انت عاوز ربنا. لكن اللي يضيع السماء انك تمسك في الارض زيادة. فاكرين لما كنا اطفال كانوا يلعبونا لعبة، لما تلاقي العيل ماسك حاجة مش راضي يسيبها خالص وعاوزه يسيب اللعبة، تعمل ايه؟ لازم تجيب له حاجة تاني شكلها حلو فيقوم يسيب ويمسك، لكن هو مش هيسيب، ولو حبيت تشد من ايده هيعيط. اغلب الناس بتعيط، ربنا يحاول يشد من ايديهم الدنيا يخربوا الدنيا. يقوم يديهم السما، يقول لهم ما تاخدوا السما، طيب ما هي احلى مش هتكلفكم كل الغلب ده، وانا اللي دافع ثمنها ومستنياكم، وبدل 100 سنة ملايين السنين، وبدل ما فلوس تبقى عندكم كنوز بلا ثمن. ايه رأيكم لو ركزت في العرض الإلهي وفي اللعبة اللي ربنا، مش اللعبة طبعا، الهدية اللي ربنا بيديها لك دي، هتلاقي نفسك سبت الدنيا. أول ما تعمل الحركة دي، يعني تسيب كده شوية الدنيا، تفرط إيدك، هتلاقي السلام رجع لك. اللي معطل السلام إنك متعلق بالدنيا زيادة، إنك ماسك فيها خايف تروح منك، ما هي هتروح كده كده. وانت عارف ان الدنيا دي بخار، تقدر تمسك البخار يظهر قليلا ثم يضمحل. الفلوس بخار، والكرامة بخار، والشهوات بخار، كل ده ما يتمسكش.